هنتكلم النهارده عن اكثر منتخب شريف عفيف جميل في كأس العالم، وهو المنتخب الجرماني. وهذا المصطلح متاخد من الكلب الجرماني الشرس جدا 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 جدا. فرحة امك بيك يا والفيديو ده وحش. هاي اسود. لكن انا مش جاي اقول لكم ما هو تاريخ الجرمانية. بصراحة هو الموضوع غريب شوية ومش لاقي له مدخل او مخرج، بس هم اكيد لاقيين المدخل عشان بيدخل فيهم اجوان مش قصدي اي حاجه تانية يعني. اتكلم بادب يا ولد. ده منتخب الجرمانيه لعب اول ماتش في المجموعات في كأس العالم، وكان المفروض يتصور زيه غيره من فرق كتير قوي، وهم مبتسمين جدا قدام الكاميرا. لكن هم عملوا ناس فيها فانتازيه وفهمانين جدا، وانهم بيدافعوا عن حقوق الانسان او حقوق الميمو. اكيد مش ابو الانوار يعني، كلك نظر، شغل مخك معايا. او الحقوق اللي هم عايزين يدافعوا عنها بس. واحنا زي ما بيقولوا لازم نتطور عشان احنا كده عالم جهله، وهم المتفوقون فكريا وعقليا. والله نفس المعنى يا شباب، اقصد يعني انهم متفوقين في كل حاجه عشان هم جامدين قوي 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 قوي. طب نسقف لك يعني ولا نعمل ايه؟ وكده كده داخلين يشيلوا كاس العالم على التوته ويحتفلوا بيه، ما هم كاسبين 4 مرات بقى. لكن هم ما يعرفوش او يعرفوا وبيستهبلوا ان احنا هنا عشان نلعب، وان احنا هنا بنلعب على ارض عربيه اسلاميه. يعني اقتصادك الكبير اللي عندك ده تجنس بيه لعيبه، لكن ما تجيش تعمل لي فيها الفهمان المثقف هنا. وبغض النظر عن قوه المنتخب وفوزهم وانهم جامدين، الا انهم ما احترموش قوانين الفيفا، وهي اننا ما ينفعش ندخل السياسه او الطيارات في اللعب. لكن كالعاده هم بيحبوا يطبقوا القوانين في الحاجات اللي على هواهم، اما الحاجات التانية لا، زي اوكرانيا كده مثلا. وقال خليل البلوشي وعجبني كلامه قوي: حتما ستخسر حينما تفكر خارج كرة القدم، وعن أي تفكير فهو الأقذر على وجه المعمورة. يا أخي اغل من نفسك واختشي على حالك، أليس فيكم رجل عاقل؟ خسرتم أخلاقيا قبل أن تخسروا في كرة القدم، وخسرتم كل من كان يشجعكم، لأنه لن يشجع أفكاركم الدنيئة وتفكيركم استغفر الله العظيم يا رب رقابة. لا آسف عليكم، فالكمبيوتر الياباني لقنكم الدرس، وما زال هناك الكثير من الدروس إن شاء الله. اجلد. وقالها برضو محمد الكعبي إعلامي القطري: ستأتي إلينا، ستحترم ديننا وثقافتنا وأعرافنا وقوانيننا وغير ذلك. حط إيدك في الحتة اللي تريحك، مش مقصودة، بس لو على مقاسك البسها. خربش الكلام. تعبان يا كابتن. لا والله يعني ده. والصراحه يعني انا كيوسف استغربت من اللاعب روديجر، لاعب ريال مدريد المسلم، اللي بيشارك في حاجه زي كده، تلاقيه بيسجد لما بيجيب هدف وفي نفس الوقت بيدعم الناس دي. استغفر الله. وده تقريبا يعني نوع من انواع النفاق، عشان هو عايز يمشي حاله زي اغلب اللعيبه عشان ما يستبعدش من التشكيل. واحد زي نوير خسر شعبيه كبيره جدا من الوطن العربي وخارج الوطن العربي بسبب انه اتكلم في حاجات خارجه عن مجاله او مجال اللعب او لعبه بشكل عام. انا واحد كنت بحب نوير جدا، بس بعد اقواله ومساندته القويه جدا ليهم ما بقتش احبه، وبقيت لما العب ببايرن ميونخ بطلعه من التشكيله. انا عارف العقاب ده شديد جدا، بس هو يستاهل كده، هو اللي وصلني لكده. وعارف ايه اللي ضحكك في الموضوع كله؟ انهم اتنازلوا عن القضيه بكارت اصفر. يعني هم قالوا هيلبسوا الشاره بتاعت وان لاف وغصبا عن اي حد. اول ما عرفوا ان اي لعيب هيلبس الشاره دي هياخد كارت اصفر، اتنازلوا عن القضيه عادي جدا خالص. وده يدل ان احنا لما نقول على حاجه زي كده قضيه يبقى احنا بنديهم قيمه. وعارف بقى ايه المضحك اكتر؟ ان هم خسروا بعد كل الحاجات اللي هم بيعملوها دي، خسروا 2-1 والله العظيم من اليابان. اما المالكو داخلين منفوخين على العالم كده، عالم مبللين. وبمناسبة الإنجازات، ففي واحد ياباني ركب دراجته من كيب تاون إلى القاهرة، وكيب تاون دي عاصمة جنوب أفريقيا، وأنا هنا ما كانش قصدي على الدراجة. ويلا كان معكم يوسف الملسوعاتي، سلام.